القرآن الحاجات دي سهلة. القرآن المتحررة حتى في سؤال في القرآن المتحررة صح وغلط. يعني السؤال صح وغلط اصلا مش موجود في القطعة عشان يجيبوا منها. هي القرآن المتحررة المفروض ان هم كانوا يقولوا ان شاء الله بقى نستنى للامتحان الجاي، وان شاء الله الامتحان الجاي يبقى كويس باذن الله. كان الاختيارات الموجوده ايه؟ كانت ساعة المفروض ساعون وساعون وساعات اللي هي اخرها ايوه بس. شفت النماذج الاسترشاديه؟ حليتيها؟ في حاجه جت منها؟ مفيش حاجة مفيش حاجه جت من النماذج الاسترشاديه خالص. يعني اكتر حاجه جت لكم اللي هي ساعه وطوائف دي. والمنادى كان صعب برضه بيلخبط. المنادى ده في النحو. ايوه المنادى كان جاي بيلخبط. نفسي عملت المنادى صح. يعني اللي هي كلمه ساعه ده معاها ايه؟ دي كانت ساعه. دي كانت صعبه ومحدش حلها صح. مفيش حد في المدرسه محدش الامتحان في كلمه صعب قوي محتاجه هي الكلمة الوحيدة اللي هتوصف في الامتحان انه مش من المنهج. ايوه يعني هو جايب لنا جمع وحاجات من دي. احنا متعودين على القراءة المتحررة، احنا متعودين على فكرة الأسئلة غريبة. مش كده عندنا كلمه ساعه دي وفي ايه تاني؟ طوائف. واللي هي برضه في النحو صح وغلط. كلمة بيسة مش كلمة ايوه هي بائسة. هم عندها المفروض تبقى بائسة عشان كده بقت غلط. المفروض تبقى العربي المنادى هي بائسة، المفروض هم جايبينها بائسة بس تبقى هي غلط. اصلا التعليم ده صعب. بيقول لنا عن فطير خط الصعوبات وكلام غريب. الامتحان كان وحش هو الامتحان مباشر، بس اول مره نشوف قطعه قراءه متحرره وجموع زي دي. القطعه الاسئله اللي فيها مش موجوده اصلا فيها عشان نطلعها اصلا. هي القطعه المتحرره ديت مسؤوله ان احنا نقرا منها ونطلع الاسئله. هي اصلا ما فيهاش ان احنا نطلعه منها. مش فاهمين ايه المطلوب. ما كناش متخيلين اصلا الامتحان مش متخيلين بجد الامتحان يجي كده. احنا مش يعني الكمبيوتر طلع سهل اكتر من العربي. كان يجي سهل زي الكمبيوتر. الكمبيوتر طلع سهل قوي. الكمبيوتر كان سهل من 5 دقايق. الله اعلم بقى المواد هتبقى ان شاء الله وباذن الله بكره عندكم دراسات وجبر. بيجي سهل بقى. على احنا شفناه في العربي احنا مش خايفين من بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يعني صوتكم يوصل للمسؤولين. شكرا لكم يا بنات. شكرا.